السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو عندك 3 كوبايات دقيق او كوبايه واحده حسب ما انت عايزه، انا عامله دول 3 كوبايات دقيق، هتعملي احلى معجنات وهتخبزيهم وهتدفي البيت بتاعك، وريحه المعجنات في البيت بسم الله ما شاء الله. 3 كوبايات دقيق عليهم رشه ملح وقطعه خميره، لو عندك خميره فوريه يبقى معلقه كبيره مليانه عشان الجو ساقعه وكده، ومعلقه بديه سكر مليانه، وميه بس للعجن بس تكون دافيه لان الجو برد، لازم الميه بتاعتك تكون دافيه. هناخد كده ندوب الخميره في الميه بتاعتنا بالسكر، والميه اللي هندوب لو الخميره بتاعتك خميره طازه، خميره كده اللي هي القطعه دي اللي انا بشتغل بيها، لازم الميه بتاعتك تكون بارده لان لو ميه سخنه هتموت معاكي الخميره. بعد ما نحط الخميره على الدقيق كده بننزل بالميه. ميه قد ايه يا ام احمد؟ زي ما قلت لكم قبل كده، تاخد كوبايه تاخد اقل حسب ما انت العجين بتاعك، لان في دقيق بيختلف من مكان لمكان عشان الرطوبه. بتفضلي تعجني لحد العجينه ما تلم معاكي، تحطي الميه شويه بشويه، ما تنزليش بالميه مره واحده، لا ممكن تحتاجي دقيق وما يكونش عندك دقيق او حاجه وتكتري العجين معاكي وبعدين ترجعي تتبهدلي. حطي شويه بشويه عشان حسب الميه هتعجني. زي ما قلت لكم كده يا حبايبي، لازم الخميره لو خميره قطع اللي انت بتجيبيها من الفرن او السوبر ماركت اللي هي الخميره الطازه، لازم الميه بتاعتك تكون بارده ما تكونش سخنه عشان ما تموتش الخميره معاكي. طب لو بشتغل يا ام احمد بالخميره الفوريه او الخميره البودر، لازم الميه بتاعتك تكون دافيه، او الاول تحطيها فيها تختبريها فيها، لو انت مش ضمناها بتختبريها بتحطيها في الميه الدافيه وتسيبيها شويه لما ترتفع معاكي او تعمل فقاقيع كده، وبعدين تحطيها على العجين. انا يا حبايبي كنت حاطه هنا كوبايه ميه، انا اخدت حوالي يعني اقل من 3 ارباعها كده، ما خدتش كوبايه الميه كلها. وطبعا ما تلتزميش بالكلام ده لان ممكن العجين بتاعك الدقيق يكون مختلف من مكان لمكان. بتفضلي تعجني في العجين بتاعك كده لحد ايدك شايفين لسه بتتلزق، طول ما ايدك لسه فيها عجين كده تفضلي تعجني لحد ايدك ما تسيب العجين خالص. زي ما انتم شايفين ادي العجينه بتاعتنا يا حبايبي اهي، شايفين الطراوه بتاعتها بتبقى بالشكل ده، ما تطريش اكتر من كده، يعني احنا بنطريها في الشتاء شويه، احنا لو في الصيف هنخليها جامده عن كده شويه، لكن في الشتاء عشان العجينه تمشي معايا وتبقى حلوه بنطريها شويه بالشكل ده. انا عجنتها وخلصت بالشكل ده يا حبايبي. العجينه دي اقتصاديه ما فيهاش اي حاجه، ميه ودقيق وملح وخلاص والخميره، وتنفع ايه؟ تنفع عيش، تنفع بيتزا، اقتصاديه تبقى جميله جدا معاكم. هنغطيها كده بكيس او حاجه ونسيبها لما تخمر ونرجع لكم تاني. ادي العجينه بتاعتنا يا حبايبي بعد ما اختمرت اهي زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله عليها اهي. هناخد بقى فردنا شويه دقيق على الرخامه بتاعتنا كده، وهتقطعي الرغيف بتاعك حسب ما انت عايزه، تكبري تصغري اللي يعجبك، كوريه كده بتاعنا دي. تقفلي الرغيف بتاعك كويس كده من تحت اهو، حطيه كده. هخلص كل الكميه بالشكل ده وارجع لكم. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي قطعناهم، جم معانا 9 ترغيفه بالشكل ده. هنغطيهم ونسيبهم شويه يرتاحوا عشان لما تيجي تفرديهم يتفردوا معاكي بكل سهوله. ادي يا حبايبي العيش بتاعنا بعد ما ارتاح كده، سيبناه شويه يرتاح، بتفرديه كده. لو عندك الفريره ديت بتشتريها من عند بتاع الادوات المنزليه، موجوده في كل مكان، رخيصه مش غاليه ولا حاجه، هي زمانها دلوقتي بقت ب 15 جنيه. بتفردي كده، لا ترققي قوي ولا تخني قوي. ولو عندك المكنه بتاعت المخروطه اللي هي بتاعت المكرونه ديت، احنا عملنا بيها قبل كده كتير، بتبقى سهله جدا، تسرع معاكي، ما بتاخدش معاكي 5 دقايق. زي ما انت شايفه كده يا حبيبتي اهو، السم كده لا تخين ولا رقيق. هفردهم كلك بالشكل ده واركنهم على جنب كده وارجع لكم. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي انا ولعت الفرن بتاعي كده، وهنبدا بقى نحط فيه العيش. انا طبعا اول ما ولعته سبت الفرن لما سخن ومسحته بحته قماشه او فوطه مطبخ او حاجه من مساحه الارضيه بتاعته عشان تبقى نظيفه كده، ما تطلعش في قعر العيش حاجه بتاعتك، وكمان تظبط درجه الحراره بتاعته.
طبعا انا بعد ما عملت كده هديت الفرن من تحت شويه هعلي الفرن من فوق كده. لازم العيش او العيش عموما لازم تعللوا الفرن بتاعك. طبعا يا حبايبي انا ما عنديش فرن غاز زي ده، احنا عملناه مع بعض على الطاسه على البوتاجاز وكان روعه جدا. لو حابين تشوفوه ادخلوا مطبخ العائله مع ام احمد واكتبوا في البحث في اليوتيوب مخبوزات ام احمد، هتطلع لكم كل المخبوزات بتاعت ام احمد بسم الله ما شاء الله عليه. شايفين العيش طول ما فرنك سخن وحلو وانت مظبطه النار بتاعته بيطلع معاكي بالشكل ده. اول الرغيف بتاعك ما يبدا يرفع كده يا حبايبي بتزقيه على جنب كده وتبداي تحطي الرغيف التاني. ما تسيبيش الفرن بتاعك على رغيف واحد بالشكل ده، وتقوي النار بتاعتك عشان تطلع العيش معاكي طري وحلو بالشكل ده. ونبدا نقوي كده ونرفع الرغيف من تحت نشوف القعر بتاعه عامل ايه. شايفين بسم الله ما شاء الله اللون بتاعه حلو جدا. خلاص انا فرن متظبط على كده اهو. شايفين تبداي تجيبيه لما تلاقي جنب منه احمر جامد بتجيبيه على جنب. شايفين العيش بيعمل معايا ازاي بسم الله ما شاء الله عليه، تحفه 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 اهو. نجيب رغيف تاني بالشكل ده كده. شايفين العيش روعه. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي لازم ايدك تكون سريعه جدا عشان العيش بتاعك ما يطلعش ناشف ويطلع طري وجميل زي ما انتم شايفين كده اهوت. والعيش الاول ما يعمل كده ما نبداش نحركه الا لما يرفع خالص معاكي ويبدا يخش في السوا بتاعه نبدا نحركه عشان ما يتعملش منك، ما يتلعبطش منك ويبوظ زي ما انت شايفه كده. ولما تحركي من الجنب المستوي اللي يمي جوه اهو كده. شايفين العيش وجماله روعه. ادي العيش بتاعنا يا حبايبي بعد ما خلصنا خبيز بتاعه اهو زي ما انتم شايفين تحفه جدا بسم الله ما شاء الله. شايفين العيش اهو. بس اهم حاجه تكوني حاطه فوطه او حته قماشه نظيفه وتطلعي عليها العيش وتغطيه على طول عشان ما ينشفش منك، وخصوصا لو الدقيق بتاعك فاخر كده. شايفين العيش روعه. عملنا ايه؟ ميه ودقيق وخلاص على كده وشويه ملح والخميره. شايفين الجمال والروعه. اعملي بقى احلى سندوتشات لاولادك وفي جو الشتاء البرد ده دفي بيتك بالحاجات الحلوه دي. شايفين 3 كوبايات دقيق عملوا لي 9 رغيفه كبار بسم الله ما شاء الله. شايفين الجمال والحلاوه تحفه جدا اهو. العيش تعمل سندوتشات كله قابب بسم الله ما شاء الله عليه. ادوا معايا في الفيديو اهو تحفه. لو هتعملي كوبايه واحده هتطلع معاكي 3 ارغفه، ما بياخدش معاكي وقت خالص في الجو البرد ده. زي ما قلت لك دفي الميه بتاعتك والخميره بتاعتك تكون حلوه هيخمر معاكي بسرعه وتغطيه وتحطيه في مكان دافي. مش هياخد معاكي ربع ساعه، يعني الكميه لو بسيطه كده مش هتاخد معاكي ربع ساعه وهيخمر معاكي بسرعه جدا. يا سلام بقى على العيش السخن ده مع حته جبنه قديمه كده من عندك كده، لو عندك جبنه قديمه او جبنه قريش او اي حاجه مع طماطمايه وخياره كده بسم الله ما شاء الله مفيش احلى من كده. يا رب يا حبايبي لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناه يشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد من ام احمد. السلام عليكم، باي باي.